في الجزء اللي فات من الحكاية شفنا ازاي بطلنا كورت اتطرد من فريق ناب التنين علشان ما كانش ليه لازمة وما كانش عنده قوة خارقة. فلو ما شفتش الحلقة اللي فاتت هسيب لك الحلقة اسفل الفيديو. وشفنا برضو لما راح مكتب التوظيف علشان يدور على شغل علشان ما كانش معاه فلوس، وازاي ليتشيا كانت مستغربة انه حول البرورات السحرية بالسرعة دي. وعايز اقول لكم ان حلقة النهاردة اسطورية جدا وانا كنت مبسوط وانا بتفرج عليها. فيلا بينا اديني لايك للفيديو ده واشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ في سرد احلى حكايه. وبنبدا بنلاقي قائد غولنفا قدام وحش عملاق ومصاب جدا ومش عارف يطلع النار من سيفه، وبيطلب من الساحره مالفيس انها تشفيه بسرعه. بترد عليه بتقول له انا بحاول اعمل ده بس قوتي مش زي الاول. وبيكونوا ضموا فرد رابع جديد للفريق معاهم، فبيصرخ فيه وبيقول له انت مش عارف تستخدم سحر النار. بيقول له انا لسه ما اتعلمتش ده. بيقول له ده انت عبيط وملكش لازمه اصلا. وبندانا بتضحك ضحكه خبيثه وبتقول كده خلاص انتهى الفريق ده. وبعدها بنطلع الجبل مع كورت وليتشيا وبيقول لها ايه اللي بتقوليه ده؟ هم عايزين يعاملوني كفارس نبيل؟ بتقول له ايوه، البنت اللي طلبت منها تقييم باللورات السحريه بتعمل كساحره في البلاط الملكي. بيقول لها انت متاكده ان هي مش بتضحك عليكي؟ بتقول له انا عارفه ان ده عرض مش ممكن يتصدق، بس انت ايه رايك؟ قال لها ده عرض زي الفل، بس بقول لك ايه، ارفضيه بالنيابه عني. بترد عليه بتقول له نعم، ازاي اللي انت بتقوله ده؟ بيقول لها انا ما اقدرش اتخيل نفسي في منصب اكون فيه اعلى من الناس، وبعدين انا اصلا بفكر ان ارجع فريق ناب التنين المتوحد. وبعدين بيقول لها انا اصلا في شغل هنا. وبيقول لها البلورات السحريه اللي بعتيها ما كانتش كفايه علشان تدفعي الضرايب بتاعتك ولا ايه؟ بتقول له لا، ده انا بعتها بحبه فلوس حلوين، بس انا ما عملتش كده، انا خدت عمله واحده بس علشان انا توسطت لك وبعتهم والباقي حطيتهم في حسابك. بيقول لها ما كانش المفروض تعملي كده. قالت له لا، انا عملت الصح، ولو عملت غير كده كنت هحس بالتأنيب. بتقول له بس انا عايزاك تكمل تدور على البلورات. بيقول لها ما تقلقيش، سيب الحوار ده عليا، انا حفرت كتير امبارح. بتقول له بس انت كده يا كورت ما نمتش امبارح ولا ايه؟ بيقول لها انا نمت كويس قوي، ده انا نمت 6 ساعات كاملين. بتقول له 6 ساعات؟ وبتفكر في سرها ازاي وانت بنيت البيت الخشبي وبتحسبها 5 ساعات قطع الاشجار و3 ساعات علشان تجهزها و4 ساعات علشان تجمعها. كورت استغرب وافتكرها بتقول انه نام كتير. بيقول لها انا لما كنت مع فريق ناب التنين كنت بنام حوالي 4 ساعات بس، وكانوا بيقولوا لي علشان انا مسؤول عن الاعمال الروتينيه لازم اصحى بدري وانام اخر واحد. بيقول لها انا اسف، انا هعوضك عن اي وقت نمته زياده. بتفتح بقها وبتقول له نعم، وبيروحوا يتمشوا. بتقول له هو ده المكان اللي لقيت فيه مكان جديد للبلورات؟ بيقول لها ايوه. بتقول له بس انا مش شايفه اي حاجه غريبه. بيقول لها لو بصينا لتدريس الجبل لازم يكون في ترسبات خام هنا. بيقول لها بس ما تحفريش اكتر من 50 متر. بتقول له نعم، 50 متر دي حاجه سهله؟ بيقول لها يلا سيبك انا وامشي. بتقول له ليه، انت مش هتحفر معايا؟ قال لها لا، انا رايح احفر حوالين المنطقه اللي لقينا فيها البلوره الكبيره امبارح. وبتبدا هي حفر وبتلاقي حجر الطوباز، وبتقول ده كبير جدا، على الاقل هيتباع ب3 عملات ذهب. وبتقول انا ممكن اطلب من كورت يحوله لبلوره سحريه مجانا واقدر ابيعه باعلى سعر. بعدين بتقول لا 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 لا، انا ما ينفعش استغل كورت كده مجانا. وبتروح تمشي وتسال يا ترى كورت عمل ايه النفق الكبير ده وازاي حفره كده؟ ده اكبر 3 مرات غير المتوقع. وبتلاقي كورت قدامها بيقول لها يا ليتشيا تصدق انا كنت بفكر ان انا اجيلك؟ وبتقول له انا اسفه بس انا هسالك عملت ايه؟ بيقول لها انا اسف لكن كل اللي طلعته كانت صخور ملهاش لازمه وعباره عن شظايا صغيره ملهاش لازمه. بتقول له ولا يهمك مفيش مشكله. بتبص وبتستغرب بتقول له نعم، هي دي الصخور اللي ملهاش لازمه؟ بيقول لها ايوه. بتقول له بس دي شكلها حلو قوي. بيقول لها انا اقدر اطلع منها كميه كبيره جدا عشان كده ملهاش لازمه، دي اسمها مسرال. بتقول له مسرال؟ بيقول لها انت تعرفيها ولا ايه؟ ده احنا بنطلع منها كميه كبيره جدا في القريه بتاعتنا. بتقول له مسرال يا ابني المجنونه؟ اكيد طبعا اعرفه، ده خام اغلى بكتير من الذهب والبلاتين وانت بترميه وتتخلص منه. بيقول لها ليه، هو هنا في المدينه صعب انكم تلاقوه بسهوله ولا ايه؟ بتقول له ده خام نادر جدا. بتقول له امال انت كنت بتدور عليه؟ بيقول لها انا بدور على لوريكا كوم. بتقول له نعم يا عمر، تقصد الخام الاسطوري المعروف بمعدن الالهه؟ بتقول له ما اعتقدش انه يكون موجود بسهوله هنا. بيقول لها لا عادي، ده يمكن تعدينه في اي مكان. بتقول له لا اكيد مش صح. قال لها لا عادي، يمكن العثور عليه بعد 7 كيلو حفر بس. بتقول له نعم، هو انت حفرت 7 كيلو في 8 ساعات ورجعت تاني للسطح؟ بيقول لها عادي. بتقول له حفرت النفق ده كمان؟ لا خلاص بقى انا مش هستغرب من حاجه تاني. وبيخلصوا التعدين بتاعهم بعد يومين وبيرجعوا القريه. وحفر النفق ده عشان يربط بين مدينه ساماليا بمدينه الامير تايكون ويوفر لفه كبيره. وليتشا كانت بتخلي التجار يعدوا من النفق ده بس بعد ما بيدفعوا الرسوم علشان تدفع هي الضرايب بتاعتها. وبيرجع القريه قدام مكتب التوظيف بيلاقي بندانه بتنادي عليه. بيقول لها ايه ده، غولنفا معاكي كمان هنا ولا ايه؟ بتقول له لا خلاص انا ما بقتش عضوه في فريق ناب التنين، حصلت حاجات كتير. وبتفتكر في سرها وبتقول غولنفا كان بياكل في مطعم والاكل ما عجبهوش، اتخانق وعمل مشكله وكمان ما دفعش الحساب. وغولنفا بيسالها بيقول لها هو اللحمه اللي كان عاملها كورت لسه موجوده؟ قالت له لا، كل الاكل
الاكل خلص، انت اكلت كل حاجه. قال لها تروحي وتجيبي لي كورت بالذوق او بالعافيه، ولو قاوم يبقى اقتليه. والحراس كلها في المدينه بقت بتدور على غضنفر ومطلوب القبض عليه، وبكده يكون انتهى امر فريق نهب التنين. بس لا، انا مش هقول له كل ده، انا هقول له ان انا اتطردت كمان من الفريق. فبيقول لها لا انا مش مصدق انك اتطردت يا بندانه، ده كده مستحيل اعود للفريق من غيرك. بتقول له ليه انت مصر علشان ترجع للفريق ده؟ بيقول لها انا مدين لغضنفر في حاجات كتير قوي وبحترمه، وانا اتعلمت حاجات كتير منه. بتقول له بتحترمه، وبتقول في سرها ده انت كحيان فشخ لو تعرف اللي فيها بس. بتقول له انت كنت رايح مكتب التوظيف، يعني انت لسه بتدور على شغل. انا اعرف حد عايز عمال في ورشته، ايه رايك تروح وتساعدهم؟ بتقول له مفيش غير 15 حرفي بس حاصلين على تصريح رسمي من الدوله، في واحد منهم في ورطه ولازم تروح انت وتساعدهم. بيقول لها هو انا هكون مفيد لو رحت لهم؟ بتقول له خليك واثق في نفسك يا جدع. بيقول لها انا هعمل اقصى ما عندي، وبتدي له الخريطه وبتمشي. بيوصل للعنوان، بيقول ايه ده شكله بيت عادي، وبيخبط على الباب. بتفتح له بنوته حلوه، بيقول يا ترى البت الصغيره دي هي معلمه الحرفيين؟ بيقول لها انا اسمي كورت، انت بقى معلمه الحرفيين؟ بتقول له لا انا مساعده المعلم ميشيل لاكوتا. بيقول لها انا جيت هنا عشان الشغل بتوصيه من بندانه. بتقول له اخيرا في حد جاي يساعدنا، ادخل يا جدع بسرعه. بتوديه المطبخ، بيدخل بيلاقي في ريحه وحشه وكل حاجه فوق بعضها. بتقول له انا هطلب منك انك تساعدني في نظافه المكان ده، انا ما قدرتش انضفه لمده 3 اسابيع كامله. بيقول انا فهمت، هم جايبيني هنا عشان اساعدهم في اعمال البيت، ده كان مبالغه منهم اني فهمت اني هشتغل في الورشه معاهم. والمعلمه بتناديها فبتسيبه وتمشي، وبيبدا هو يظبط حاله. بيقول يلا بينا نبدا، حان وقت العمل. وبعد نص ساعه بالظبط هوبا بقى بيكون المطبخ بيبرق ونضيف جدا. بيقول انا هعمل ايه تاني، انا خلصت كل حاجه. على ما اتذكر ان المساعده مشيت من هنا، ايوه بقى يمين في تاني شمال بالظبط. بيلاقي باب بيخبط عليه، وبيفتح الباب بيلاقي بنت مزه جدا قدامه بتغير هدومها. بتقول له انت مين يا خلبوس؟ بيقول لها انا اسف، انا اسمي كورت، اول يوم شغل ليا هنا النهارده، وكنت بدور على مساعده المعلم. اوليفيا راحت للدور اللي تحت. بيقول لها فهمت خلاص همشي، بس ايه العلامه اللي على بطنك دي؟ بتقول له دي لعنه. بيقول لها انا قلت كده برضه، ممكن اشوفها من قريب؟ بتقول له اتفضل، وبيلمسها وبيقول ده مفيش الم انا وبلمسها. اللعنه اكلت جسدها لدرجه انها مش بتحس باي الم، فاكيد كده معدتها بايظه برضه، فكده الاكل مش بيتهضم. يا لهوي، وبتعمل بومبا. وبتقول له انا اسفه ما اقصدش. بيقول لها انا هعمل لك حاجه خفيفه علشان تاكليها. وبيروح المطبخ وبيقول يا رب سامحني، ده انا كنت بلمس جسم بنت حلوه عريانه من غير هدوم. وبتقابل لوتشيا صاحبتها وبتبيع لها الاحجار. بتقول لها دول بكام؟ بتقول لها دول ب50,000 عمله ذهب. بتقول لها دول كتير جدا. وبتقول لها ممكن يا صاحبتي ايه اللي يحصل لو الناس عرفت بالخبر ده؟ اعتقد لو كان محظوظ هيخطفوه، انما في اسوأ الاحوال هيتم قتله. انا مش عارفه الواد ده ازاي كان مختبي طول الفتره دي كلها. بتقول لها انا سمعت انه اتطرد من فريق نهب التنين. بتقول لها نهب التنين المتوهج؟ انا سمعت ان قائدهم مطلوب للعداله دلوقتي. وبتقول لها انت ناويه تعملي ايه معاه؟ بتقول لها هو دلوقتي بيشتغل عند معلم حرفيين، يمكن يتعلم حاجه، وده افضل من انه يكون موجود في كل مكان ويكون يخليني حارسه شخصيه ليه. مش عارفه هخليه يعمل كده ازاي، هو اصلا مش عارف قدراته الحقيقيه، ومن اسوأ من كده دايما بيقلل من نفسه. وبتدخل عليه اوليفيا المطبخ. بيقول لها انا اسف استخدمت مطبخك بدون استئذان. بتقول له مفيش مشكله. ايه ده انت بتعمل الاكل ده لمين؟ بيقول لها ده للبنت اللي في الاوضه اللي ورا، جعانه شويه. بتقول له ايه ده انت قابلت البنت دي؟ بيقول لها ايوه، في مشكله ولا ايه؟ بتقول له بص يا رايق، في مشكله، اوعى تقول لحد انك شفت البنت دي، تقدر توعدني بده يا امور؟ وبيقول لها اوعدك. وبيقول لها في حاجه تاني هعملها. بتقول له لا كده كفايه، خد فلوسك اهي وتيجي بكره في نفس الميعاد. وبعدين هو بيمشي وهي بتقول كده مش صح، انا مش مصدقه اني سمحت ليها تتكلم مع شخص غريب، انا محتاجه تركيز اكتر من كده عشان اعرف اوقف اللعنه دي. بتروح لها بتقول لها ما ينفعش تفتحي الستاير كده، خطر جدا، ما ينفعش حد يشوفك. فبتقول لها انا اسفه يا معلمه. وبتقول لها ثواني ادوق الاكل ده، يمكن يكون في سم ولا حاجه. بتقول لها لا انا احساسي بيقول لي ان الشاب ده محترم وكويس، وكده كده اصلا جسمي بايظ بسبب اللعنه. بتقول لها انا مش عارفه مين اللي عمل اللعنه دي، عشان كده كنت عايشه شاكه في كل الناس، بس النهارده على الاقل لازم اثق في شخص ما. بتقول لها تمام معاكي حق، خدي وقتك انت وبتاكليه. بتقول لها ده ريحته حلوه جدا، اكيد في شويه خضار حلوين وطعمه حلو جدا. بتقول لها انا سعيده اني سمعت منك كده. وقبل ما تخلص كلامها رمت المعلقه ووقعت على الارض. المعلمه بتقول لها يا لهوي اكيد الاكل كان مسموم، ده انا هفشخ كورت ده، هروح اجيب لك المصل بسرعه. وبتنادي عليها بتقول لها يا معلمه انا بخير. بتقول لها ازاي؟ بصي ده انت بتعرقي كتير قوي. بتقول لها انا خفيت يا معلمه، وبصي اللعنه اختفت كمان. وبيظهر الشخص الشرير اللي عمل اللعنه دي مختفي. بيقول له انا اسف اللعنه اتفكت، بس انا هعمل لك لعنه تاني بسرعه. بيقول له السلوت لازم تموت بالسم باسرع وقت.
وبتروح معلمة الحرفيين لميمكو وبتقول لها انا اسفة لو جيت في وقت متأخر، ينفع نتكلم لوحدنا؟ بتقول لها ما تقلقيش، هي ليتشيا شكلها غبي بس يمكن الوثوق فيها. بتقول لها انا معلمة الحرفيين اوليفيا، ودي لزيت سامي الاميرة. بيقدموا لها التحية وبيقولوا لها ليه انت في مكان زي ده؟ بتقول لها انا اسفة يا اميرة، انا سمعت ان كنت تعبانة. فاوليفيا بتقول لها هي ما كانتش تعبانة، دي كانت تحت لعنة قوية جدا وفي حد حاول يقتلها. الاميرة ريزولت هي الطفلة الوحيدة من الملك والاميرة فرانسو، ووجودها في حد ذاته ده رمز للسلام بين البلدين، ومعنى كده ان في حد عايز يدمر العلاقات السلمية بين البلدين وعايز يقوم صراع جديد. ممكن بتقول لها انا ولائي لجلالة الملك، وبكده ولائي هيكون ليكي. اكيد دي كانت لعنة قوية، انا مبسوطة يا صاحبة السمو انك عرفتي تكسريها. بتقول لهم الحمد لله، ده كان بفضل رجل يدعى كورت. بيقولوا لها نعم كورت. وبكده يا اساطير تكون خلصت حلقة النهاردة. اوعى تنسى اللايك والاشتراك في القناة، وقولوا لي رايكم في الكومنتات.